sound, speed, camera, rolling, and في دماغ كل واحد فينا دوشة كتير. النهاردة هنسمع دوشة رنا. ازيك يا رنا؟ ازيك يا ديما؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بصي، حابة ان انا هنا النهاردة لو قلت لرنا بعيدا عن كونك ام وزوجة بتشتغلي في السايكولوجي، عرفيني على رنا. هتعرفيني عليها ازاي؟ حلو السؤال. بنت بتحلم كتير قوي، دماغها دايما دايما يعني حاسه ان هي هتعرف تعمل حاجه، يلا نعمل حاجه. بنت فراقه قوي قوي. محبه للاحتفالات جدا، بحب احتفل واتبسط وهيصه. انا كتير قوي يعني تلاقي مني ايموشنز كتير، فرحه كتير، زعل، ايموشنز عاليه عاليه عاليه. حتى في حياه اللي حواليا انا كتير يعني شخص دوشه شخص دوشه حقيقي فعلا. في الشغل انا حتى لما بروح مثلا الشغل ونظبط الكورسات والتصوير والحاجات دي، انا عامله قلق. انا في بيتي مع ولادي انا الشخص اللي دايما الهايبر، اللي عامل قلق، اللي بيغني واللي بيركز في التفاصيل يعني فاهمه. هو انا دوشه تصدقيني يعني حسيت قوي لان انا كمان انا حد كده. انا اصلا لما جيت اختار اسم البودكاست عملته دوشه عشان هو شبه الدوشه. انا دوشه اصلا، انا بحس ان انا دوشه حتى في الواني، حتى في حاجات كتيره. أيوة زي صح. النهارده هنعمل لهم كونتراست، زغلله. طيب، معنى ده ان احنا هنا النهارده الدوشه حاجه اساسيه ده موجوده في حياتي. هل هي حاجه النهارده بتساعدك؟ ولو كانت النهارده بتساعدك، هل هي من زمان بتساعدك ولا كانت بقى مش مفهومه ومش مبرره؟ وخصوصا الناس الايموشنال اللي عندها مشاعر كبيره جدا دوشتها بتبقى مزعجه. زمان انا ما كنتش اعرف ان انا دوشه، وما كنتش اعرف ان انا كتير وعايزه اعمل حاجات كتير، كنت فاكره ده الطبيعي. بدات اكبر شويه اكتشفت ان هو ايه ده، انت مثلا انت اتجوزتي وبقيتي ام، فانت مطلوب منك حاجات معينه، فانا دايما دماغي بره الحاجات دي اكتر من الحاجات دي، انا عايزه اعمل حاجات تانية. فيمكن دلوقتي ساعات بتساعدني وساعات بتضايقني قوي. اوكي. بتبقى متعبه في بعض الاوقات. انا عايزه يعني رنا البنت اللي بتحلم كتير والدوشه دي هي غلبانه قوي برضو، ما يبانش عليها على فكره. يعني انا اللي يشوفها من بعيد كده يحس ان، بس انا في من جوايا انا عارفه هاو ماتش هو انا غلبانه وعايزه اعيش في السلام، جئت في السلام وعايزه اتكل على الله في سلام. فالدوشه مش بتسمح للجانب ده يظهر قوي ويستكين، وفي دايما كده عارفه لما في حاجه بتزقك، في طاقه خفيه مسيطره. ساعات بتساعد لما بتبقي عايز تعملي حاجه ومركزه فيها وحطاها هدف. بتساعد قوي الدوشه دي ان هي تطلع افكار، ان هي تزق، ان هي تخليكي تستحملي التعب وتكملي في السعي مثلا او في المجهود. واوقات تانية بتبقي انت خلاص، انا يعني الجانب عارفه الطيب الغلبان ده اللي عايز يظهر، بس الدوشه ما بتديلوش فرصه، فبيبقى في صراع مين اللي المفروض يبقى موجود. بتفضلي بقى تتخانقي جواكي كده، مش عايزه تواجهي الجانب اللي عايز يرتاح، مش عايز تعترفي بوجوده، وفي نفس الوقت التاني ده مش عايز مش عايز يقعد، مش عايز يهدأ. فاميليار باصوات دماغك بتبقي عارفاهم؟ يعني عارفه، يعني انا مثلا جلد الذات حبيب قلبي ماشي، الحمد لله ان احنا متصاحبين النهارده، وببقى فاهمه انك انت تعالى ننزل بيك لليفل التأنيب، بلاش نخلينا في الجلد. اوكي، علشان اكيد كلنا هنغلط ونبتدي نتعلم من اخطائنا، وعمر الجلد ما فده كان صوت عندي يا لهوي يا رنا، يعني مش عالي بشكل عادي، واصلا كان اصوات كتيره جدا عاليه. فهل انا النهارده الاصوات دي على قد ما هي بتبقى عاليه او بتتكلم بصوت عالي، على قد ما انا بقيت مديها مساحه للوجود، حتى وان كانت لسه بتبين للناس حاجه ممكن يكون القريبين قوي بقى اللي وصلوا لها، الناس اللي ممكن يكون عارفه الطفل الحر بتاعي اللي بيطلع البنوته الطيبه القمر اللي مش على طول كل حاجه لازم تبقى.
شكل اصواتك انت بقيتي فاميليار معاها وبتزعلي منها؟ هي انا هقول لك اتأثرت ليه. سوري، لا سوري ايه والنبي، ده انا اللي سوري. ما اتفقناش على كده، احنا جايين نهزر. انا سايكولوجيست بقى وبتاع المام جلت الصوت السخيف اللي موجود في الباك جراوند على طول. انا دلوقتي كمان عشان مسافره وسايبه الولاد وبتاع، فهو في عالي الليفل جداً. عالي قوي. بيرد عليه دايما. عارفه اللي هو برد على الصوت ده اللي هو بدلائل واقعيه ومنطقيه. ابني الكبير 13 سنه هي سوبر براود بيا. امبارح مثلا كنت طالعه في التلفزيون سهر عشان يتفرج عليا واتنبع وانا على فكره وكان مبسوط وقال لاصحابه ومش عارفه ايه. لما بقعد مع المدرسين بتوع ولادي بكتشف ان ولادي بيحكوا عني وعارفين انا بعمل ايه والكلام ده. فبقعد اقول ايه، الولاد فرحانين باللي انا بعمله، وفي نفس الوقت انت يا رنا لما يعني انت وانت في شغلك انت مركزه ان انت مسافره دلوقتي وانت قاعده معاهم في البيت، انت بس مش بتعملي حاجه تانية غير ان انت وبتلعبي وبتهزري وعارفه تفاصيلهم وكل حاجه. فانا برد على الصوت ده، بس بقى هو ذنب غريب جدا. انا لو يدخل لنا من ثغراتنا كده اللي هو يعني بيظهر كل شويه. المره اللي أكتر. فاتت وانا بصور كنت بصور تقريبا بتاع 10 11 ساعه. فوانا راكبه انا بنتي قاعده بره برضه عندي نفسه، واخوه قاعد بيتكلم اساسا. واحنا خارجين اول ما بنتي قعدت في العربيه، ما قعدت بصور 10 ساعات وهي قاعده حبيبه قلبي، فقاعده في العربيه فنامت ورا، متبصله كده. هو طلع ما عرفلوش، ما لقيتش بقى، ما كانش في حد يساعدني، ما انا طاقتي رايحه تصوير طول النهار. فكان انا فاهمه الصوت ده بس لا يعني متعب جدا وموجود على طول. وبحس ان يعني ملوش حل كده قاطع وحاسم. انا مره كنت قاعده بنيم الولاد، بنيم ابني الصغير اكشلي واخوه الكبير في سريره، فبحضن الصغير وبنقرا قران وبتاع. فقلت لهم انا عايزه اسالكم سؤال قبل ما اطلع الاوضه. فقلت لهم هو انا ام كويسه؟ فابني الصغير قال لي ايه، طبعا انتي احلى واحده في الدنيا، انتي احسن. فاجاباته بقى اللي هو بهرتني. هو قعد بقى يحكي لي هو شايفني ازاي انتي بتعملي وبتاع، وقعد بقى يفكرني انتي بتلعبي معايا وانتي بتزغزغيني حاجات صغننه بعملها وانا مش واخده بالي، يعني بزغزغه عادي. فلقيت ان هو مركز ان انت اللي بتلعبي وانت اللي بتزغزغي وانت اللي بتقعدي معايا وبنعمل موفي تايم وبنعمل كيك مع بعض. فاجاباته عارفه اللي هو يعني انا ما بقتش عارفه طب انا افرح ولا انصف، تقريبا ضمير اكتر ان انا مسافره. مسافره ومين هيزغزغ ومين هيعمل كيك معايا. اصل انا الحته دي كمان تاني المامي جلد فويس ده، يعني انا اعمل فيه دكتوراه اساسا. لان هو طول الوقت موجود طول الوقت، حتى وانتي يا دوبك اول ما بتتوربي عنهم، بحيث ان هو ده شعور اللي المحرك الاساسي فيه هو الذنب بتاعنا احنا اللي احنا متربيين عليه من واحنا صغيرين. بس هي النقطه في انك انتي لما باجي بقى اشتغل على ان انا اعادل الصوت ده، بعمل زي ما انتي بتقولي، بروح اتكلم معاهم اقول لهم على فكره اوقات انا ببقى حابه ان انا اقعد معاكم طول الوقت، بس اوقات كتيره جدا بقدر اعمل ده واوقات ما بقدرش اعمله. بنظبط الحياه مع بعض، بشار معاهم الحته بتاعت ان انا عارفه كويس ان انتم ممكن تكونوا بتستكفوا باقل القليل. أيوة وانا لو في ايدي بس هما بيبقوا واصل لهم يا رنا، بيبقوا عارفين. وانا اصلا براود اوف يو وبراود اوف كل والله العظيم بتحاول وبتسعى، لان الحياه صعبه مش سهله، وفي نفس الوقت احنا لينا ادوار في الحياه. وان كان هم النهارده ده اكيد هياخد جزء وليس الكل، بس انتي لقيتي الفاليديشن او لقيتي منهم ان هم شايفين او مقرين. طيب انا عايزاكي يعني مش عارفه، عايزاكي ان الصوت ده تسمحي له ان هو يتكلم اكتر. ليه حاسه بالذنب؟
اصل العيال بتكبر بسرعه قوي، مم. فكل ما بيكبروا كل ما بيطوروا مهاره مختلفه. ابني الكبير ما شاء الله 13 سنه، فهو مراهق. عندي 14. فاللي هو ايه ده، فجاه كده فجاه هو بطل يقول لي تعالي نيميني، تعالي انا عايزه انام في حضنك، بطل فجاه. هي ما بين يوم وليله لتري يعني. هو انت كنت لسه امبارح لما بنيم اخوك الصغير بتقولي نيميه وتعالي لي، كنت اخلص على السرير ده واقوم احضنه واقرا له قران وبعدين اطلع بره الاوضه. هو دلوقتي بطل يطلب ده. مم. فبخاف احسن ايه ده، انا مسافره وسايباهم اسبوع، هم هيكبروا في الاسبوع ده والله العظيم هيكبروا وبعد شويه هيشتغلوا وينطلقوا طب ما انا ممكن اجل السفر، اسجلي لحد امتى؟ يقرا 10 سنين بس يشتغلوا. ايوه صح، ما ده صوت العقل. هتأجلي امتى؟ فاضل. وايه اللي يضمن لك ان انا لما اقعد جنبهم برضو مش هيحصل؟ انا اصلا برد على نفسي ساعات. هو مثلا احنا النهارده قاعدين طول اليوم في البيت، انا مش قاعده لازقه فيهم برضو يعني في فقرات في اليوم لو ما بنبقاش قاعدين مع بعض يعني عادي، يعني مش لازم قاعدين مركزين، لا كل واحد على فكره هو اصلا هو كمان الجزء الثاني اتس healthier. يعني هو النهارده الاحتكاك الزايد بالاطفال، وان انا هنا النهارده بلبي لهم كل حاجه. هقول لك حاجه، احنا اصلا اللي بيحركنا في الحياه هو الاحتياج ده مبني على الحرمان. الله سبحانه وتعالى لما ادى سيدنا ادم عليه السلام الجنه وحرمه من الشجره، مش عشان هو بيغتت عليه، عشان اصلا سيدنا ادم هيبتدي رحلته في الحياه في الدنيا اللي هيحركه هو احتياجه بحرمانه من الشجره. فده اللي خلاه ان هو النهارده عارفه الميسنج بوينت. فممكن كمان دي حاجه تخليكي انك انت هنا النهارده هم محتاجين ده. الهيلثي ريليشن شيب بيننا وبين ولادنا محتاجه قدر من الحرمان، وان كنا طبعا بسبب ان احنا تروماتايزد فاحنا طول الوقت هتطلعيهم بايظين هتطلعيهم وبسبب اللي احنا بنشوفه. على فكره ده تشالنج كبير جدا جدا. انا طول الوقت صوتي من لو زعقت بكره هتطلع تروماتايزد بسبب ان انت زعقت لها، بكره وبعدين اقول هي رحلتها في الحياه خلاص. هي يعني ان شاء الله انا بحاول ممكن اتعلم ان انا ما اعملش ده تاني وبتاع. فالحرمان حلو على فكره، خصوصا ان انت بتعمليه على قدر. الحمد لله انا بحاول على قد ما اقدر، بس انا يمكن عشان انا ايموشنال قوي ومشاعري كتيره زي ما بقول لك، محتاجه شخص يستقبلها. فبحس بالذات ان انا مثلا لما باجي هنا ببقى مشغوله جدا، لما يعني انا عايشه على الناحيه الثانيه الاكستريم، الناحيه الثانيه مشغوله برضو ومش قادره اقعد مع بابا وماما كفايه. فاقعد بقى اللي هو طب انا مش قادره اقوم بدوري كويس ناحيه بابا وماما، مش قادره وكمان سايبه الولاد. طب ايه الموتيف اللي بيحركك عشان تعملي كده؟ هو على فكره ولادي، هو اصلا اللي خلاني اشتغل في المجال ده اصلا كان الموتيف ولادي. فبقعد عارفه ارد على نفسي، وبعدين يجي بقى ايه حد زيك كده يسالني سؤالي ضاغط على المشاعر تروح منطلقه، وبعدين اهدى واقعد اكلم نفسي بالعقل، اكلم الولاد اطمن عليهم، اهدى واكمل في شغلي. فهي بتبقى عارفه بسطره كده وتقيله قوي. اصل انا عندي المود سوينجز ده، عندي الحته بتاعت المشاعر دي لا اكستريم بشكل مؤلم. انا مش بحس عادي يعني لدرجه ان ده قعد في فتره طويله كنت بالنسبه لي اللي هو انتوا ازاي مش كده يعني. هو ده عشان هو الناس اللي عندها اللي شعورها مشاعرها كتيره. انا عارفه كمان احنا بعد ما بنتعلم عن المشاعر بنعرف ان ليه حق في المشاعر دي. يعني يمكن واحنا صغيرين شويه كان دايما الشعور وراه شعور ايه ده انت غضبانه، انت ما ينفعش تغضبي، ما ينفعش تغضبي من حد كبير، ما ينفعش تغيري، ما ينفع. دلوقتي احنا عارفين ان انا بحب قوي او زعلانه قوي، فانا حقي احس بده. فيمكن ان احنا اصلا بقينا نفاليديت نفسنا، فبقينا نستغرب ان اللي قدامنا انت ازاي مش مدي سبيس للمشاعر بالشكل ده. فاهماني؟ طيب قلتي من شويه، قلتي ان اصلا السبب الاساسي في ان انا بشتغل الشغلانه دي هي الاطفال، وان كنت ولادك يعني. احكي لنا شويه هنا
البدايه ابتدت ازاي؟ ايه اللي خلاكي تقرري قرار زي ده، خصوصا ان انت بتتكلمي في توبيك يعني انا سعيده سعاده عايزه اقول والنبي يا رب ابعت لنا 50,000 بس قد رنا في مصر لوحدها. ليه؟ انا حد سايكولوجيست وبشتغل مع بوردر لاين اكتر من اي حاجه تانية، لان انا بوردر لاين فهم يا عيني حصروني هنا وانا قبلت الحصر عادي جدا. بس من الاسباب الاساسيه او هقول الكومن اللي الناس بتتعب نفسيا بسببها وما بتبقاش مدركه ده، بتطلع مشوهه نفسيه، هي موضوع التحرش. فخلينا هنبتدي نتكلم عن ازاي انتي النهارده من حبك لاولادك ابتديتي انك انتي تبقي حاسه ان انا عندي حاجه عايزه اعملها هنا، وهننتهي بقى باسئله كتيره قوي في حته التحرش دي. اوكي، هو انا الاول بدات عامه في المجال ان انا اول ما عرفت ان انا حامل، انا كنت صغيره قوي، كنت عندي 24 سنه. فجالي بانيك ظهر. انا اصلا طفله ولسه بستكشف نفسي وبستكشف الحياه، فازاي هطلع شخص سوي نفسيا للعالم ده؟ يعني المجتمع، انا المسؤوله عن البني ادم اللي هيطلع المجتمع ده. فبدات اقرا واذاكر وانا اصلا دكتوره، الباك جراوند بتاعتي طب، ف بسيرش كتير، بعرف اطلع دراسات كتير. عارفه الناس اللي متعوده على البحث، بنعرف نطلع الاصل بتاع العلم ده يعني. فكنت بذاكر واقرا واحضر ورش واحضر كورسات لحد ما قررت ان انا ادرس بشكل متخصص. ديورينج وانا بدرس بقى بشكل متخصص، لقيت ان هو ابني كان بدا يكبر، ابني انس الكبير بدا يكبر، بدا ينزل النادي، اتعرض في يوم لموقف ما بقتش عارفه ارد عليه ايه، اقول له ايه، ايه الصح وايه الغلط، علشان ابقى ابني ما يتاثرش نفسيا وفي نفس الوقت ابقى مصدر امان ليه. بدات اسيرش في جزء التربيه الجنسيه اكتر. فوقتها انا فوجئت ان المصادر الساينس بيزد هي مصادر اجنبيه كلها، وهي مش مناسبه ومش لايقه عليها. انا ممكن اخد منك معلومه لكن انا ما اقدرش اعتمدك يعني خالص. بعيده جدا عن اولا الدين، ثانيا العادات والتقاليد بتاعتنا كمجتمع، واللي الناس بتخاف منه دايما في التربيه الجنسيه انها هي بتفتح عيون الاطفال او كده. لو احنا اخدناها من الغرب، التجربه الغربيه، وطبقناها هي هتعمل كده. فبدات اكتشف اللي هو لا، مش هو ده اللي هقدر اقدمه لابني. انا هاخد الجزء المفيد والباقي ده يعني بعد 10 سنين نبقى نقدمه يعني. ومن هنا بقى بدا يعني ايه، عارفه اللي هو عملت كده بروجرام لابني. بدات اجيب الاستاديز من الجامعات العربيه القديمه، مين قال ايه، مين عمل ابحاث على الاطفال اللي تعرضوا للتحرش، ازاي نحمي الاطفال، الابحاث بقى الساينس بيز. وبدات بجد في البيت عامله هو دلوقتي عنده 4 سنين، فانا السنه دي ده الميشن بتاعتي. عنده 5 سنين، السنه الجايه انا هزود شويه وهحط معلومات اكتر. ومنها وانا بعلمه فاضطريت ان انا الف لعب، الف حواديت، الف مش عارفه ايه، علشان اوصل له المعلومه واطمن. وكنت بالتوازي مع ده انا خلاص بدات اشتغل مع الامهات. طب ليه لا ابدا اقول للامهات اللي انا بطبقه على انس في البيت، بالذات ان انس كان بدا يكبر وبدا يتجاوب معايا وبدا يحصل له مواقف في المدرسه. حصل له موقف كده دافع عن نفسه وعرف ياخد موقف وراح للاداره، وكان هو لسه في جريد 1 او حاجه، كان 6 سنين او حاجه. فساعتها حسيت اللي هو هو ده هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اخيرا. وفي المدرسه لما كلموني بقوا مبسوطين من رد فعله وهكذا، وهو يعني برد فعله انقذ اطفال تانية من فبدات اقول خلاص انا هعمل ورش للامهات، هعلمهم اللي انا علمته لانس. وانا اوريدي درست تربيه وبوزيتيف سايكولوجي، فبقيت انا اوريدي متخصصه ان انا ادرس للامهات. بدات اظبط اول ورشه، وعلشان انزل اول ورشه للامهات فبكتب بوست من الحاجات اللي انا بعلمها لانس على السوشيال ميديا. ايه اللي حصل؟ اتشتمت طبعا. احنا لسه مشتومين، عمالين بنتشتم بسبب فيديو اتحط النهارده. بجد والله شتيمه من اللي قلبك يحبها. يعني انت عارفه اللي هو بيطلعوا تحسي اللي هو ايه ده، انت بتفتحي عينيهم وانت بتتكلمي ازاي وانت مش عارفه ايه تتكلمي في ايه، واحنا طول عمرنا لان الجنس بنكبر تابو مدفون. وهي الفكره والله يا دينا، هي كلمه تربيه جنسيه ده يعني
ده scientific term. مش احنا الجنس مش بمفهومه العيب والغلط والعلاقه ما بين الراجل والست ملوش اي علاقه. التربيه الجنسيه دي معناها هويه جسديه، معناها امان، حدود، ثقه الطفل في نفسه، كل دي تحت التربيه الجنسيه. فلما بدات اكتب على السوشيال ميديا، ومن هنا بقى جالي فكره ان انا لا طب والله لا انا عامله مبادره. ايوه ما بقولك نونوت في دماغي. وهسميها مش حاجه عيب. كل ما هتقولوا لي عيب اللي انت بتقوليه انا هقول لكم يا جماعه انا نازله مش اوت حاجه اوف ذا عيب. بوكس. يلا مش حاجه عيب. من هنا جه اسم مش حاجه عيب من هجوم الناس، علشان انا عايزه اوصل لهم ان احنا بنعلم علوم ساينس اناتومي للجسم، مش بنعلم اي حاجه عيب. وكان الهدف بتاعي انا هوصل لكم التربيه الجنسيه بيزد اون هويه وقيم عربيه. انا ست عربيه مسلمه محجبه عايزه اولادي يطلعوا يعني معتزين جدا بهويتهم العربيه، عارفين دينهم، مش بيقلدوا اي حاجه من بره. احنا بناخد من الثقافه الغربيه في التربيه الجنسيه اللي يفيدنا من غير ما ندوب جواها، من غير ما نمحي هويتنا. فبدات اعمل عملت ديزاين البروجرام ده وبدات ادرس بيه الاهالي، والحمد لله من هنا بقى بدا بقى ايه في احتياج اكتر ان الاهالي برضو عايزين حد يدرس ولادهم. فطلع بقى عارفه لو مش حاجه عيب، كان ديفيجن للاهالي الاول، طلع منه سب ديفيجنز بقى، جزء للاطفال من اول سن 4 سنين نبدا نتكلم معاهم عن جسمهم وعن الحدود والخصوصيه والحمايه من التحرش. بس كنت دايما بشترط في ورش الاطفال ان الاهل هيحضروا معايا قبلهم، هيبقوا عارفين، علشان نفسي الاهالي ما تتخيلش ان احنا نكتفي ان انا اودي طفلي ورشه للحمايه من التحرش وهو كده تمام وانا خلصت المهمه بتاعتي. لان التربيه الجنسيه دي لايف ستايل مدى الحياه، طول ما انتوا قاعدين على الكنبه مع بعض احنا بندخل المفاهيم واحده واحده. وبعدها لما بدات اقدم الورش للاطفال جه الاحتياج اللي بعده ان الاهالي وانا بتكلم معاهم ازاي يكلموا الاطفال عن البلوغ، الولاد والبنات. بدأ بقى الصدمات، ازاي ولد او بنت نبدأ نفتح معاهم الموضوع من 8-9 سنين؟ ده عيب جدا، ده هيسألوا أسئلة. طب يا ريت يسألوا أسئلة، ده لو سألوكم انتوا خير وبركة بدل ما يسألوا بره. فلقيت ان الاهالي برضو صعب عليها ان هم يفتحوا الموضوع كومبليتلي. فقررت ان انا بقيت اعمل كده زي ايه، زي معسكر، يوم للاهالي، يوم متقسم للأطفال، جزء بنات وجزء ولاد. طبعا ورش البلوغ مش بنعملها الاطفال كلهم مع بعض، الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. وكان بيبقى اليوم الثالث كنا بنسميه كونكشن داي، ملوش علاقه بقى بالتربيه الجنسيه خالص. بنعلم الاهالي والاطفال يكتبوا لبعض اللي في قلوبهم، يقعدوا كده زي ما احنا قاعدين ويتكلموا من القلب. وده كان بقى بيبقى عياط طبعا الليله وللزمن يعني. يتعلموا ادوات يتواصلوا بيها وهكذا، علشان نحول التربيه الجنسيه من بعبع بنخاف منه وعيب، طريقه للتواصل لمش حاجه عيب، وطريقه فعلا تبني علاقتنا وتفرق بقى مدى الحياه بعد كده. تجنني يا رنا، بجد تجنني بجد. اللهم بارك، ربنا يحميكي ويحرسك. فكر فعلا مختلف تماما، وإن كان ليه قدر كبير جدا من الأهمية. ليه؟ لأن أنا النهاردة بقى جاية لك من المستقبل، أو جاية للناس اللي بتتفرج علينا من المستقبل، وبقول لهم إن معظم الناس اللي بيجي لها اضطرابات شخصية، وبقول معظم مع إن أنا شايفة إن كل يعني بس عشان نبقى ماشيين كما يقول الكتاب، معظم الناس اللي عندها اضطرابات شخصية بتضرب بسبب تعرض مباشر لجنس من وهم صغيرين، إذا كان في تحرش، إذا كان في إن أنا شفت حاجة من غير ما أفهمها، إذا كان إن أنا هنا النهاردة مجرد ما جالي أفكار من دي ومن كتر ما مش عارف أتكلم فيها بلعتها فابتدت تخزن جوايا خزي. إلى جانب إن مثلا حاجة من الحاجات، بصي أنا بتعامل مع بوردر لاين، لما بيجي لي بنات حبايب قلبي عندهم 13 و14 سنة و12 سنة مدمنين إباحية، مدمنين إباحية، إدمان مش حاجة طبيعية، مدمنين جنس. ده هنا النهاردة أصلا مفيش مرة بنديك ديبر غير لما نلاقي إن الأطفال they were introduced أو تم التعرف على الحاجات
الجنسيه، سواء بقى شفت بابا مع ماما، حاجه اتعملت قدامي، حد جه لعب معايا لعب على يعني كام حد متعقد بسبب لعب لعبوها وهم صغيرين، او بلع ده من هو صغير واتعامل على اساس ان انا ده شيم، ده خزي جواي. وانا شريك في اللعب. فمتخيل. وانتوا عارفه هو دايما السيكريت لايف بتاعتنا بتتمحور حوالين يعني حاجات كتيره جدا، منهم حاجات كتيره جدا مرتبطه بحرمانيه سؤالي عن وجود الله. يعني برضو ناس كتيره جدا بيضرب عندها هنا مشاكل نفسيه بسبب ان انا اسال ليه، مع ان كل حاجه اصلا ربنا سبحانه وتعالى ودانا الدنيا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. انك انت هنا النهارده بالسؤال. حتى ربنا كان بيعلم الملائكه ان هي تسال، وبيعلم البني ادم ان هو يسال. التابو بقى بتاع ان انا هنا النهارده الحتت، لو احنا بنتكلم مع اهالي قافلين التابوت بتاع الحاجات دي، وانا النهارده بقول ما فيش حد الا قليلا جدا عنده مشكله نفسيه الا وكان عنده مشكله جنسيه. مش شرط ان هو جنسيه فيه هو. في ناس كتيره جدا بتقع في علاقات مؤذيه بسبب التحرش. في ناس كتيره جدا بيحصل لها اضطراب هويه جنسيه بسبب التحرش. في ناس كتيره جدا بتعيش عندها عدم استحقاق ان انا معيوبه صح بسبب التحرش. في ناس كتيره جدا بتتخذ مناهج منحرفه في الحياه عشان حاسس ان انا ما دام ده اتعمل فيا يبقى انا الغلط، يبقى انا استحقه. يبقى انا استحقه. شكرا. فكلمينا شويه عن هنا النهارده الانتهاكات الجنسيه مع الاطفال، سواء كانت لفظيه عشان الناس بتبقى فاكره. يعني في اهالي اوقات بتبقى بتعمل ايه، بتشاور على حاجات في جسم عيالها. ده انتهاك على فكره حضرتك. انت مش فاهم هو هيترجم عنده ازاي. ممكن تقولي لنا بالله عليكي يعني عشان الناس بس ده بيودينا فين؟ اوكي، انت عارفه يا دينا الاصعب من التحرش، من حادث التحرش نفسه ما بعد الحادث ده. التحرش تروماتايزنج، حاجه صادمه وشيء مؤذي وتقيل قوي على الطفل، ولكن كل الاضطرابات وكل النتائج السلبيه النفسيه اللي بتفضل مكمله مدى الحياه رد الفعل مش بسبب التحرش، هي بسبب ما وراء ما بعد التحرش. الطفل ده تم التحرش بيه بسكت عشان خايف، عشان شايف انه يستحق، عشان متعاطف مع المتحرش، لان المتحرش دخله من مدخل فراغ هو محتاجه، من احتياج الاهل مش قادرين يلبوه. ستوكهولم سيندروم. يس. واوقات كتير الطفل بيبقى عايز يسمع، عايز يحس، عايز مشاعر هي مش موجوده. مش موجوده في الاهل، فجت من المتحرش ده. فانا بحبه فالحب ارتبط معايا بالاذيه. فعشان بحبك انا هاذيك وهتفضل طول الوقت حاسس بمشاعر غير مريحه، بس ده معناها حب. فانا فالطفل ما اتكلمش لانه ما يعرفش غير كده، او اتكلم بس اتعاملنا بطريقه خاطئه. خفنا نتكلم، خفنا ناخد حقه، ما صدقناهوش. كان المتحرش شخص من الأسرة فخفنا على شكل الأسرة الاجتماعي أو العلاقة ما بين الكبار، فقلنا له اوعى تقول. ودي اللي أنا بقوله دي حالات حقيقية على مدار السنين، أنا بشوفها كل يوم. يس. وتلاقي البنت يعني هي جواها غضب رهيب لما كبرت، علشان هي شايفة لسه عمها اللي كان بيتحرش بيها، ولما قالت لمامتها قالت لها اوعي تقولي لبابا، الاخوات هيقعوا في بعض، العيله هتتدمر. فهي لحد النهارده هي عايشه او لا بيتهيأ مضطره تشوفه. يس. ومضطره تشوف العم، لا وتسلم عليه وتبوسه. يس. يعني معايا كيس اللي هو عصب بتقولي انا بشوف لغايه النهارده وماما عرفت وبتخليني اسلم عليه وابوسه. يس. طيب هو احنا ايه اللي بيحصل في دماغ الطفل وقت التحرش؟ وقت التحرش ده حادث صادم كبير جدا على المخ. فالمخ عشان يحميني من الصدمة ايه اللي بيحصل؟ بياخد الشعور ده يدخله ويحبسه في مكان في المخ اسمه بلاك روم. هنقفل عليه وهنحاول ننساه، ننكره، ما نصدقش انه حقيقي. فلما بيجي الطفل يبدأ يتكلم ويقول ان هو اتعرض للتحرش،
هو الطفل بيبقى متلخبط، بيبقى خايف يطلع الشعور ده. الحاجه الوحيده اللي بتشجعه انه يتكلم رد فعلنا، ان انا ابقى هادي وان انا بقول له ان انا مصدقاك مهما حصل. وبعد ما صدقه وبعد ما ساعده يحكي، في حاجه من غلطات الاهالي بتعملها بتاذي الاطفال، انها ما تخليهاش تتكلم بقى كتير على اللي حصل، خلاص خليها تنسى. انسيه ده ازاي؟ السؤال ده بيجي لي على طول من الاهالي، انسيه ازاي اللي حصل؟ لا، هو المفروض ان هو يفضل يتكلم فيه لغايه ما يبقى عادي. بالظبط، لحد ما مخه يصدقه ويبدا يترجم المشاعر المخيفه دي، ان انت ما كنتش انت السبب فيها، المشاعر المخيفه دي بسبب شخص مؤذي تاني وحقك جبناهولك، او انت كنت جريء كفايه ان انت طلبت المساعده. المخ بقى يبدا عارفه يترجم المشاعر بعقلانيه، اشتغل بقى. لو احنا ما عملناش كده ومنعنا الطفل انه يتكلم، او الطفل خاف ان هو يتكلم، خلاص الحادث هيفضل موجود. هو ممكن ينسى الحدث نفسه لو الطفل صغير، او ممكن ينسى الحدث نفسه ماشي، بس المشاعر لا. المشاعر لا. هترجع البنت دي بعد وهي عندها حاجه 20 سنه ولا 30 سنه بتتجوز، مع اول لمسه من جوزها نفس اللمسه ترجع لها نفس الشعور بنفس اللمسه، هيحصل بقى اللي احنا هيجي لها زهر، هيجي لها مش هتبقى قادره تدخل في علاقه مع جوزها، يعني تاثيرات سلبيه كتير قوي وهي مش عارفه سببها. ولما بيبداوا ولاد الستات دي بيكتشفوا ان انا من سنين تم التحرش بيا. عارفه، يعني انا هنا عندي كتالوجات تتقال، بس الحته دي فعلا بتتحط في مكان very dark في عقلنا وبيتقفل عليها، بس طول عمرها موجوده ومؤثره بشكل كبير جدا. بتطلع بنت من البنات مثلا اللي هي النهارده تعرضت للجزء اللي انت بتتكلمي فيه بتاع ايه، اسكتي اوعي تعمل، انا معيوبه. فبروح انا بسمعها بوداني بتقولني ما انا النهارده لما اهلي يتعاملوا معايا على اساس ان انا تيت او رخيصه او سهله، هو انا جوايا ده الكلام ده بيتقال بعد ما نشتغل وعي شويه حلوين، انا جوايا ببقى حاسه انه ما استاهلش، هو مين هيبص لي، هو مين هيعمل كده. الى جانب كمان ان فعلا زي ما انت بتقولي الريسبوند بتاع الاهالي، الريسبونس بتاع الاهالي او الطريقه اللي بيتعاملوا بيها معاهم تقيله جدا عليهم، وهي المحدد اذا كان ده هيكمل ولا لا. طيب لو انا ابني مش بيتكلم، نرجع بقى لورا، امتى اقدر اقول لو هو طبيعي انا لقيته ان هو يعني ما هو النهارده انت الام اللي قاعده بتسمعنا تقول لك ايه، طب انا هعرف منين ان ابني، وبعدين احنا ما بنصدق نمسك طرف الخيط ونخاف. ايه الحاجات اللي لو شفتها على ابني او بنتي ابتدي ان انا اقلق؟ ولو قلقت اتصرف ازاي؟ لان هنا النهارده السؤال الواضح صريح، حد اتحرش بيك؟ اكيد لا، اكيد مش ما بنسالش الاطفال. يس احنا طبعا مبدئيا ما بنقولش ابدا الاطفال لفظ التحرش ده، يعني ما بيعرفوش ده الاطفال دي نيم كام السن؟ لان احنا معانا لحد مثلا 12 13 سنه لما بنبدا خلاص اتكلمنا على البلوغ وداخلين بقى هنتكلم على المراحل اللي بعدها، الجواز والعلاقات والحاجات دي، خلاص احنا اقدر اقول لفظ التحرش. قبل كده ما فيش داعي ان احنا لان هو لفظ تقيل وفي نفس الوقت بيجي وراه قصص مخيفه كتير. انا عايزه اوعي حياتي من غير ما اخوف، مش عايزه اي خوف في المعادله. المخ بيتصرف غلط وقت الخوف، فاحنا مش محتاجين الخوف خالص، احنا عايزين امباورمنت، الطفل يحس انه قوي وليه حق ان انا دافع عن جسمي، مش خايف، مش عشان انا خايف. فهرجع لسؤالك، اعرف منين ان طفلي لا قدر الله ممكن يكون بيتعرض للتحرش؟ انا دايما بقول للاهالي احنا محتاجين نبقى حافظين ردود افعال ولادنا، حافظين شخصيتهم، كاريزمتهم كده. الطفل اللي بيدخل من المدرسه يلعب ويتكلم ويرغي، فجاه انا الولد ده بقاله يومين 3 بيدخل على اوضته قاعد ساكت ما بيتكلمش. بلاش اقول بقى ايه يا الله ربنا يهديك يا حبيبي، شوف بقى فجأة بقيت قاعد، لا هو مادام فجأة قاعد ساكت الطفل ده بيحصل فيه حاجة في حياته كبيرة، تنمر، تحرش، في حاجة، في عنده مشكلة ومش قادر يتكلم فيها. أي تراجع في الأكتيفيتيز اللي كان بيعملها، الطفل كان نشيط بقى كسلان طول الوقت،
الشهيه بتاعته في بدا يحصل اضطراب في الشهيه، بدا يبقى عنده انسحاب اجتماعي، مش عايز يخرج، مش عايز. الطفل الاجتماعي اللي بيحب، لا هو فجاه قفل على نفسه، مش عايز يتعامل مع اي حد، بقى يخاف من اماكن او اشخاص معينين، بدا يبقى عنده تبول ليلي لا ارادي، بدأ يبقى عنده ألم أو نزيف في الأعضاء التناسلية بتاعته، بقى يخاف لما تيجي تغيري له مثلا يروح ماسك لبسه كده ويرفض تماما إنك تشوفيه، أو كل دي علامات بتقولك ركزي في حاجة في وحتى العياط الكتير، العصبية اللي هي بتبقى اكستريم، مش الأريفة، في فرق، والأم بتحس، الأم والأب بيحسوا. فهنا أنا في كده علامة استفهام، أنا لازم أعرف في إيه. فمهم إن أنا أبدأ أتكلم بأمان. الأطفال مش بتطمن إن هي تتكلم غير لما يحسوا بالأريحية، مش بالتحقيق أبدا. أنا في قصة أنا يعني عملتها اسمها دايرة الأمان، هي لسه نازلة في 8/2025، دي لتوعية الأطفال عن التحرش. أوكي، القصة دي مناسبة للأطفال من سن 3 سنين، وهي عن طفلين بيستكشفوا جسم بعض بالمناسبة، مش حد كبير وشرير. لعبة بيلعبوا، لعبة بنلعبها فعشان أعلم الطفل، وفي القصة بنعلم الطفل يعمل إيه ويطلب المساعدة من مين عن طريق حدوتة وشوية أكتيفيتيز في النص. ففي أم لسه امبارح جاي لي رسالة على انستجرام، أم طفلها عنده 4 سنين اتعرض للتحرش، وهي عرفت بس هي مش عارفة تعرف التفاصيل. بقالها شهور هي والأب بيتكلموا مع الطفل علشان يطلعوا 4 سنين صغير، بيستجوبوه، مش عارفين. لحد ما اشترت القصة بتاعت دايرة الأمان وبدأت تحكيها له، وهي بتحكي له، هي القصة بعد كل بيج كده، بعد كل صفحة في سؤال، هو الولد ده كان المفروض يعمل ايه، هو ده صح ولا غلط، طب انت لو مكانه، طب هو حاسس بايه كده، أسئلة عشان نعرف اللي في دماغه وجوه ولادنا. وقتها الولد اللي عنده 4 سنين قال لمامته، ايوه يا مامي انا كنت زي الولد ده، انت عارفه ان هو ده اللي حصل، الولد ده المفروض يقول لا، وبدا يتكلم. يا حياتي يا حياتي، انا دي احلى المسجات اللي جات لي في حياتي. فهي الام يعني مش مصدقه ان ابنها اخيرا اتكلم. فحتى المسج دي ادتني هنت كده، ايوه احنا ما بنتكلمش مع الاطفال بالاسئله المباشره. أنا عشان اعرف ان في حاجه حصلت لطفلي لازم احكي له حدوته، اقرب له، احكي عن يومي، انا اساله، كلها دي ادوات. ولما اعرف واشك ان في حاجه حصلت، رد فعلي برضو بيحدد الطفل هيحكي لي، هيكمل ولا هيتكتم. الطفل هيكمل ولا لا، الطفل هيحس. ده برضو من الحاجات اللي بتأثر على فكرة نفسيا بعد التحرش، ان حتى لما بنعرف لو عايزين ناخد حق الطفل قوي، لو عملنا مشاكل قوي، اتخانقنا، شاف الكبار بيتخانقوا مع بعض، هيحس ان انا غلط برضو. طبعا أنا ما طبعا يا ريتني ما قلت، يا ريتني ده المتحرش اللي انا اصلا بحبه عشان هو شخص مقرب من العيلة، حصل له مشكله وبيضربوه او اتقبض، انا السبب، انا اسف. فيروح يقول لبابا ومامته انا اسف، يروح يقول للمتحرش انا اسف. فالجلد، هنرجع للجلد تاني. فمهم ردود افعالنا تبقى هاديه. انا عارفه طبعا تقيل يا رنا، ايه الموضوع ده، مش ده بشع بشع بشع. يعني احنا لو في النادي وشفتي ولد بيزق ابنك، قلبك بينط كده من مكانه. تتخيلي قصه مؤلمه الطفل بيحكيها زي دي، وانا كنت فين وما منعتش ان ده يحصل لك ليه؟ ده اول سؤال بيجي في اذهان الامهات والاهالي عامه. بس افتكري دايما ان رد فعلك الاول لما الطفل يتعرض للتحرش هيحدد كتير قوي من تعافي الطفل ده. فلازم يبقى هادي واساله واقول له ايوه انا فاهمه، انت كنت خايف، انت كنت مش مرتاح، بلاش خليه يعبر عن مشاعره. انا عايزه اطلع المشاعر، عايزاها كلها تطلع عشان تترجم بشكل صح، بعيدا عن الذنب او ان انا وحش او الافكار السلبيه عن نفسي. ولو انا وده بيحصل، الام بتبقى فعلا مدربه الطفل وبادئين معاه تربيه جنسيه، ولا قدر الله برضو الطفل بيتعرض للتحرش. فبلاش اقول له هو انا مش قلت لك لا، احنا مش متعلمين يا ابني، انت مش لسه رايح، مش احنا عارفين ان محدش بيدخل معانا التويليت، ازاي تسمح له؟ ده هيطلع جلد لوم. فنفتكر ان الاطفال مهما كان السين عامل ازاي هم ضحيه، هم محتاجين اللي يدعمهم، مش يهجم عليهم ولا حتى يهجم على المتحرش. لازم اشرك الطفل على فكره في البروسيس وانا باخد حقه. يعني من الهايلايت عشان الطفل يتعافى من عمليه التحرش،
لازم يشوف ان حقه بيرجع له عشان يعرف ان هو مش شريك وان اللي حصل ده غلط واللي عمل كده غلط. فوانا بجيب له حقه انا محتاجه اشركه في العمليه معايا، في البروسيس نفسها معايا. مين اللي هيروح يقول المدرسه؟ طب انا هعمل ايه؟ هطلب مساعده مين؟ هنبلغ مين؟ طب هو ممكن في حد هيسالك، الاخصائيه في المدرسه هتسالك، او لو في ضابط بقى ونيابه او كذا، مين اللي هيساله؟ هيتعاملوا معاه ازاي؟ يبقى معانا حد متخصص نفسي حاضر القعده دي يقدر مع الطفل عشان ما نضغطش او نسال الطفل اسئله ممكن تخوفه او كذا. فبالتالي الطفل هيقدر يتعافى من التحرش لما اتكلم واتصدق وما احسش بالذنب ابدا من اللي انا بقوله، والاقي الدعم اللي يجيب لي حقي، اللي يوصل لي مش بالكلام بس ان اللي عمل كده غلط، لا انا اشوف حقي بيرجع لي والشخص ده بيتعاقب. انا كان عندي واحده من الحالات اللي بتابع معاها، يعني البنوته كانت بتتعرض للتحرش من وهي صغيره من المدرس بتاعها وبعدين من الكابتن بتاعها. زي ما قلتي في الاول ان اللي بيتعرض للتحرش وما بيطلبش مساعده او مش بيلاقي الدعم في وقته، هو بيتخيل ان هو انا استحق ده او ان ده الطبيعي في التعامل مع جسدي، لان هي ما طلبتش المساعده في الوقت المناسب. ولما اتكلمنا مع الام فكنا بنحاول نعرف ليه البنت ممكن تكون ما طلبتش المساعده، فهي قالت لي انا كنت شديده قوي، يعني كنت مركزه قوي في التمارين وفي المذاكره فما كنتش مديه سبيس ان هم يجوا يلجأوا لي. والبنت كانت كاتبه ان انا لما طلعت اقول لماما لقيتها بتزعق فخفت تزعق لي وهي صغيره. هي خافت ان ماما تزعق، وده مش انا مش عايزه الاهالي تخاف برضو ان احنا لما نزعق ولادنا هيتعرضوا للتحرش بعد الشر وما يجوش يشتكوا لنا، بس ده بيدينا احنا عادي، احنا بشر. انا بزعق على فكره يا جماعه، وانا والله جدا ايوه جداً. بس في فرق ما بين حد بيزعق وهو شايف ان ده الطريق الصح للتربيه وده الاهم وده اللي هيطلع ناس اسويه، وفي فرق ما بين حد عارف ان هو انا زعقت، انا مضغوطه وده مش الطبيعي ومش ده المفروض في التواصل ما بيني وما بين ولادي. فانا وقفت، شفت انا بزعق ليه، عرفت انا ايه اللي ضاغطني مخليني اطلع عن شعوري، واعتذرت. انا اسفه ان انا اتكلمت معاكم بالطريقه دي او ان انا عليت صوتي، مش دي طريقه التواصل المفروض ما بيننا. فانا النهارده مجهده ومش حاسه ان انا هعرف اتعامل طبيعي، فلو سمحتوا انتوا ممكن تقدروا تذاكروا وانا هقعد في اوضتي. طب يا مش هتساعدينا؟ انا مش مستعده. نقطه. فانتي مسؤوله تماما عن مشاعرك. فالطفل ده لما يجي بكره بقى يتعرض بعد الشر لاي حاجه بره البيت، هو جاي وهو عارف ان ماما مش واقفه بتصوت وبتزعق ومستعجله. احنا حياتنا سريعه قوي يا دينا، قوي قوي يا رنا. ففي وسط السرعه دي فين الكونكشن اللي ما بيننا وما بين ولادنا؟ احنا محتاجين لحظات كواليتي تايم وما بنعملش بيها حاجه. انا بس زي شايفه زي انا وانتي قاعدين مش ماسكين الموبايلات، مش مركزين في اي حاجه غير الحوار اللي ما بيننا. احنا عايزين كده مع الولاد، لقطه الغدا، لقطه واحنا ماشيين في العربيه مع بعض، مش عايزين مشتتات كتير. لقطات التواصل البسيطه اليوميه دي اللي بتخلي الطفل يقول انا عندي مساحه اتكلم. ولما بيتكلم في غلطاته بقى اليوميه، حصل حاجه في المدرسه، اتخانقوا مع بعض في المدرسه، اي حاجه حصلت، ردود افعالي اليوميه بتدي للطفل اشاره. ماما هتستجيب لما اجي اجري واقول لها ان اكبر حد واهم حد عمل فيا كذا، هتصدقني ولا لا؟ لان انا لما ببقى راجع من المدرسه ويحصل حاجه بتقولي هم بعتوا لي ايميل. انا دايما بقول لاولادي كده، مثلا لما اعرف ان في مشكله في المدرسه، انا جالي ايميل من المدرسه بالمشكله، بس انا مش مهتمه قوي بالايميل، انا عايزه اسمع منك، احكي لي وهصدقك. اصل الطفل دايما عنده وجهه نظر في اللي حصل. فانا عندي 2 اوبشنز، 2 سيناريو دلوقتي معانا يا دين. ابني راجع من المدرسه وانا بغلي عشان المدرسه مبعتين لي ايميل، يعني انا واخداه بيرسونال في حقي بتاعه التربيه، ابنك عمل كذا. فاول ما افتح ايوه بتاعت التربيه بنتك اترفضت. ايه ده؟ طب ماشي لما تيجي، والله العظيم جالي مكالمه مره بنتك اترفضت. طب ماشي لما تيجي اسمع منها. تسمعي ايه يا فندم؟ انا بسمعك اهو يا فندم. ردي بقى على بغض النظر عن البنت بقى. فالاثنين سيناريو، افتح الباب، انا جالي ايميل
ازاي تعمل وازاي طب والله ما فيش خروج في الويك اند، وافضل بقى ايه اافور وانا ما اديتلوش مساحه. ممكن 100% انا موافقه ان الطفل ممكن يبقى غلطان، ولكن هو غلطان بوجهه نظر. انا عملت كذا، 1 2، اصل يا مامي كان قصدي، اصل انا لازم اسمعه ايا كان مبرراته، انا محتاجه اسمعه. بمناسبه السرعه والمساحه، اديتينا مساحه كبيره جدا ان احنا نفهم كتير قوي عن التوبيك الشائك اللي دايما الناس بتبقى خايفه منه، بسطتيه. والحته التانية ان الحلقه جريت جري هستيري بمناسبه السرعه. مبسوطه جدا انك انت نورتينا حقيقي، انا اتعلمت معاكي حاجات، ان شاء الله الناس كلها تتعلم معانا. نورتيني يا رنا، شكرا 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 بجد. شكرا يا دينا، انبسطت قوي معاكي بجد. شكرا يا حبيبتي، ميرسي.